أكبر غلطة بيقع فيها أي مبتدئ في البرمجة إنه مستني يبقى محترف عشان يبدأ أول مشروع. يفضل يخلص كورس وبعدين كورس تاني وبعدين يقول لسه مش جاهز. والحقيقة أنت مش هتبقى جاهز أبداً. خليني أسألك، هل تتعلم السباحة بقراءة كتاب؟ أكيد لا، لازم تنزل المية. البرمجة نفس الفكرة، مش لازم تستنى تكون جاهز عشان تبدأ. أول مشروع مش المفروض يبقى تطبيق زي فيسبوك ولا لعبة زي GTA. أول مشروع ممكن يكون آلة حاسبة أو برنامج يحسب درجات الطلاب أو لعبة تخمين رقم. المهم إنك تبدأ، لأن أول مشروع هيخليك تواجه أخطاء حقيقية، وهتتعلم تبحث، وهتتعلم تصلح، وهتتعلم تربط الأفكار ببعض. وده اللي مفيش كورس في العالم يقدر يديهولك بنفس الطريقة. وكل مشروع بعده هيكون أسهل من اللي قبله. افتكر، كل التطبيقات الضخمة اللي بنستخدمها النهاردة بدأت بفكرة صغيرة، يمكن سطر كود، يمكن شاشة واحدة، لكن حد قرر يبدأ. فبلاش تستنى تبقى جاهز، ابدأ بالمشروع الصغير، لأن المشروع الصغير النهاردة هو اللي هيخليك تبني المشروع الكبير بكرة. ولو سألتني إيه أول مشروع أعمله؟ هقولك اعمل مشروع تقدر تخلصه، مش مشروع يبهرك، لأن الإنجاز الصغير أقوى من خطة كبيرة عمرها ما بدأت.